بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحقيقة بنشهد دلوقتي معجزة، وناس كتير تقول لك زمن المعجزات فات، لكن لا، تبقى المعجزات موجودة ما بقي الزواج، لأن الزواج ربنا سبحانه وتعالى ذكره في سورة الروم في سياق معجزات، فيقول الحق تبارك وتعالى في سورة الروم: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. من آياته يعني من معجزاته، ربنا يتكلم عن معجزات ربنا في الخلق. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وبعد كده معجزات أيضا: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار. وبعدها ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. ففي سياق آيات ربنا ومعجزات ربنا يذكر الزواج. فنحن الآن بصدد معجزة، نشهد الآن معجزة. فدي أول حاجة. الحاجة الثانية، الحقيقة كلمة من آياته أن خلق لكم من أنفسكم، فبفهم من هنا إن الزوج والزوجة دول مخلوقين من بعض، وكأن القطعة الناقصة بترجع، زي بالظبط لعبة البازل بتاعت الأطفال اللي بتبقى بنجيب قطعة ونجيب القطعة الثانية لغاية ما القطعة المناسبة تركب فيها، لكن الصورة بتكتمل إن شاء الله بعد سنتين ثلاثة يكون في قطعة بازل ثانية تركب الصورة الكاملة، وهي صورة الأسرة المسلمة. فنحن الآن بصدد تكوين أسرة مسلمة. دي شيء برضو مهم إن احنا نكون فاهمين. الزوج والزوجة هم إيه بالنسبة لبعض؟ هم أوثق علاقة صداقة ممكن تكون موجودة. هي الزوجة بالنسبة لي هي أصدق صديقاتي، والزوج هو أصدق أصدقائي. خلاص يصبح يعني نشوف كده الرسول عليه السلام لما نزل عليه سيدنا جبريل وخاف، جري على مين؟ ما جريش على سيدنا أبو بكر الصديق مع إنه أصدق أصدقائه، جري على زوجته وقال لها إيه؟ زملوني زملوني. أعتقد لو كان جري على سيدنا أبو بكر الصديق كان هيقول له زملوني زملوني برضه، لكن يمكن ما كانش يقول له الكلمة اللي قالها لزوجته وهي إني خشيت على نفسي. الرجل العربي بطبيعته يأبى أن يقول أمام أحد أنا خفت، لكن لم يأبى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقولها أمام زوجته السيدة خديجة وكأنه يكلم نفسه. دي مسألة مهمة، إن أصدق حد وأقرب حد ليا من هنا ورايح هو زوجتي أو زوجي. أيضا في ثلاثة الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليهم حق على الله أن يعينهم. واحد منهم الناكح يريد العفاف، الشخص اللي بيتجوز عشان يعف نفسه. إذن النية هنا مهمة. وطبعا المكاتب اللي هو العبد اللي كاتب يعني عقد مع سيده عشان يحرر نفسه، يشتري نفسه، يشتري حريته، والمجاهد في سبيل الله. ولكن أول واحد الناكح يريد العفاف، لذلك النية مهمة جدا. نحن الآن في عبادة، نشهد الآن عبادة تجري الآن، يعني الزواج هو عبادة. كل عبادة تتطلب نية في أولها، أو كل عمل صالح يتطلب نية حتى ينقلب إلى عبادة. فيجب أن النية هنا تكون نية صحيحة، ما حدش متجوز بنية سيئة أو بنية معينة مش مظبوطة. لا، الناكح يريد العفاف، أن يعف نفسه ويعف غيره ويكون أسرة مسلمة، وربنا يعينه في بداية هذه الحياة الجديدة. لأن احنا الآن في مرحلة تكوين النص الثاني من حياتنا اللي بيسموه نصف الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لواحد اتجوز بيقول له لقد استكملت شطر دينك فاتق الله في الشطر الآخر. انت كده كملت نص دينك. الدين هو ايه؟ الدين هو طريقة الحياة، الحياة كاملة هي الدين. لذلك حتى ربنا يقول في سورة يوسف ما كنا لنأخذ في دين الملك. دين الملك هنا معناه ايه؟ معناه نظام الملك، السيستم بتاع الملك. فانت كده بتستكمل النصف الاخر من حياتك ومن دينك، بتتأهل.
ماشي، يصبح لك اهل، بتبتدي انت ايه؟ لازم تراعي. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته والمرأة راعية في بيت زوجها. كل واحد دلوقتي تجي عليه مسؤوليات اكبر، وبرضه اصبح في ثواب اكبر. ففي مسؤوليه اكبر بس قصاد ثواب اكبر ايضا. الحاجه الثانيه الحقيقه انه لا انت هتتجوز ملاك ولا تتجوز ملك. من الاخر جد البشر، وكل واحد فينا فيه عيوب. المهم ان العيوب دي تكون من النوع اللي انا اقدر اتعايش معاها او اني اغيرها. ودي كانت في مرحله الخطوبه انتوا بتكتشفوا بعض هذه العيوب. ماشي. فالمساله الان تبقى تحتاج الى حكمه. ستظهر عيوب وستحدث مشكلات، وكانت تحدث مشكلات في بيت النبوه، لكن كيف كانت تعالج هذه المشكلات هو ده المهم. كيف نعالج المشكله. انا شخصيا دايما بطلب من العرسان بعد ما بنتجوز باي باي لبابا وماما، باي باي لبابا وماما، وخلاص مفيش حاجه اسمها المشاكل بنعرف ولا بنستشير بابا وماما ولا بنستشير حد من هنا ولا من هنا خالص. بنعرض على الكتاب والسنه. ده المرجع بتاعنا. اللي بيطلع غلطان يقول انا اسف للتاني. معقول يعني راجل بيقول اسف؟ راجل بيقول اسف، في مشكله، وراجل ويعتذر، ايه المشكله؟ هو ما يبقاش راجل الا لما يعترف بغلطته. ونفس الكلام برضه ما يكونش فيه كبر من ناحيه الزوجه. فلو في مشكله حصلت نعرض على الكتاب والسنه. طب ما عرفناش احنا نوصل للحلال والحرام فيها او ايه الصح فيها، نستشير حد من الناس الحكماء في هذا الامر. ولكن برضه بنصح ما يكونش النهايه دي، بنصح بذلك. ليه؟ احيانا الامور بتكبر بسبب هذا الموضوع. فدي مساله مهمه جدا. ودايما اول سنتين دول سنتين صعب شويه، لو كل واحد بيحاول يطبع على الثاني، يطبع الثاني بطباعه، هو عايز نسخه من والدته وهي عايزه نسخه من والدها، هو مش هيحصل. فبيحصل ان التيل يصفر في الاول، يقول لك التيل بيصفر ده ما اتغيروش، وبعد شويه هيطبع ويبطل يصفر. فدي مساله، مرحله التطبيع مرحله مهمه جدا جدا جدا. ولما اقول ان احنا لما الواحد يلاقي نفسه غلطان يعتذر، ده هو ده اللي احنا اتعلمناه من قصه ادم وحواء. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما ادم وحواء غلطوا واكلوا من الشجره المحرمه، اتزنقوا ما عرفوش يعملوا ايه. فربنا علمهم التوبه، فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه. ايه هي الكلمات دي؟ مش اللي يمسك سبحه ويقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله 10 مرات خالص. الكلمات دي ان هو يعترف بغلطته. قال يا ربنا ظلمنا انفسنا. سيلف كريتيسيزم. الانسان يعترف بخطأ، ينقد الذات. وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فلازم الانسان يكون شجاع في هذا دائما. ايضا عايز زوجتك تكون على مستوى امهات المؤمنين، تبقى انت ايضا على مستوى الرسول صلى الله عليه وسلم كزوج. اذا هو قدوتك كزوج. هو كان شأنه بيه في بيته. اولا عشان تبقى عارف، كانتش مراته تمد ايدها في الاكل، هو بياكل في البق. هو كان يقول كده، يقول ايه؟ لان ان احدكم يثاب باللقمه يضعها في امراته. فالناس كلها ركزت في المعنى الحديث ده ان الواحد بياخد ثواب على الفلوس اللي بيبيع اكل للراجل. لا، ركز، بيقول لك اللقمه بيحطها في بق مراته. طبعا بنشوف الناس بتاكل قضايا امتى؟ في الفرح عشان يتصوروا بعد كده يدوش بعض تاني. لا، مش مهم الصوره بتاعت الفرح دي، المهم يكون الطبيعي ان الراجل بيدلع مراته. كانش يقول لها باسمها، يقول لها يا عائش. والواحد لما يدلع واحده يذكر اسمها، والواحده لما تدلع واحد تأنس اسمه. فيبقى هو مثلا اسمه مثلا انس، يتقال له يا انوسه. فاطمه يتقال لها يا فطوم. هو يقول لها يا عائش. هو كده الحياه بينهم فيها دلع. حتى انه يعني السيده عائشه تقول يعني كانت حتى لما تشتكي وتقول ورأساه يا دماغي عندي صداع، كان يقول لها بل انا ورأساه. وتقول كان يدخل يلاقيني مثلا بشرب، يمسك الكوبايه ويشرب من نفس الناحيه اللي بشرب منها، ويتعمد اني اشوف ان بيحط شفتيه في مكان شفتيه. الواحد النهارده داخل لقى مراته بتشرب من كوبايه، ومش كوبايتين، لا مفيش كوبايه نظيفه. كوبايه ويسكا مثلا، مش كوبايه نظيفه كده. ده هو لا، كان يتعمد يدلع. تقول ايه؟ وانا حائض. يعني حتى طبعا في الوقت ده اليهود ما كانوش يقعدوا ياكلوا مع زوجاتهم وقت ما يكون عندهم الفتره الشهريه. هو لا،
يقعد وياكل ويشرب من نفس المكان، وتقول كان يضع راسه في حجري ويتلو القران، تقول وانا حاضر. وكان اقرب ليها حتى من ابوها. دي نقطه بقى ثانيه كمان، هو اقرب حتى من ابوها. حصل خلاف بينهم، قال لها بتحبي نحكم مين؟ باباكي؟ قالت له اه. نادى سيدنا ابو بكر، قال لها تقولي انت بتحكي ولا احكي انا؟ قالت لا، تكلم انت ولكن لا تقل الا حقا. حبيبك عليه الصلاه والسلام. قام سيدنا ابو بكر يربط زماره رقبته، راح تفسر السلام بقى يحجز، يا ابو بكر لا مش عايزين منك كده، احنا يعني ما دعوناك لذلك ولا طلبنا هذا منك. راح سيدنا ابو بكر طالع متضايق وقال له ابعدوا عن خارج البيت. فبص لها ها انقذتك من الرجل. هو اقرب لها حتى من ابوه حتى وقت المشكله. فاذا دي علاقه مقدسه جدا، عايزينها تبقى باستمرار موجوده حتى وقت النرفزه. هي اتنرفزت يعني مره قاعد عنده اصحابه في البيت عازمين، وهي لسه يعني شابه وما بتعرفش تطبخ قوي، وراحت واحده من امهات المؤمنين عملت بسرعه حاجه تتاكل وراحت بعتها مع خادم. فبتفتح الباب لقت خادم جاي من عند ام المؤمنين الثانيه ضرتها، وجاي طبق في حاجات تتاكل في بيتها من البيت الثانيه، راحت ماسكه الطبق ودشه في الارض قدام الناس. اي راجل النهارده يقول ايه؟ انت احرجتيني قدام اصحابي، تبقى خناقه. ابتسم قال لهم غارت امكم غير انا، وراح لامم الحاجه وحطها ولا صحفه بصحفه، طبق سليم هيروح عند الثانيه وانت تاخد الطبق المكسور. يعني الهدوء مهم جدا، لكن لما الاقي انفعال مش المفروض انا اقابله بانفعال اطلاقا. ودي اخطر حاجه، ودي بقى يمكن الدكتور هو اللي علمها لنا، حاجه اسمها البري فرونتال كورتكس، المنطقه الناصيه اللي فيها التفكير. لما الانسان بيكون غاضب بتترفع خلاص، هي مش موجوده، يبقى موجود الانفعالات. الاخر لما بيغضب يبقى الانفعالات هتتعامل مع انفعالات الناس هتموت بعض. يبقى احسن حاجه لما الثاني يكون غاضب انا بقفل النقاش. اي حد يكون غاضب الثاني ما يتناقش معاه هو غاضب اطلاقا. بس كده، وجزاكم الله خيرا وربنا يوفقكم. وانا عايز ادعي لكم يعني ان ربنا يبارك لكم ويبارك عليكم وان يجمع بينكما في خير، ولكن الدعاء يكون بعد ان شاء الله العقد ما يتم باذن الله. ان شاء الله نعرف حاجه ان شاء الله.